هو ممكن يتكون تعلق آخر غير التعلق الآمن؟ طبعا ممكن يتكون عندي نوعين آخرين، يعني هما 3 أنواع من التعلق. النوع الأول هو التعلق الآمن. بيحصل ايه في التعلق الآمن؟ هو بيحس ان هو محبوب مطمن، في ناس حاسه بيا، في ناس قادره تشبع احتياجاتي، فبالتالي بيطلع شخص قادر يحب الناس، قادر يعمل علاقات صحيه، قادر يشوف العالم مكان طبيعي آمن. عارفين الناس اللي ممكن يكون عندها ثقة ان ربنا هيفرجها، ان شاء الله هتعدي على خير؟ هي الناس دي. النوع التاني بقى وهو التعلق القلق. التعلق القلق ده بقى اللي هو كان الاهل غالبا يعني حبه يهتموا وحبه ما يهتموش، ايا كانت الاسباب. احنا مش بنناقش الاسباب، احنا بنناقش النتيجه، إيه اللي حصل. حبه يهتموا وحبه ما يهتموش، فهو بيتلخبط بقى، اللي هو انا مش عارف إيه القرب حلو ولا وحش، يعني انا استحق ولا ما استحقش. فيطلع بقى عنده لخبطه كده، اللي هو ايه، نفسه يقرب من الناس بس ما بيعرفش، او مش عايز، او خايف يقرب منهم، عايز يعمل علاقات بس بيهرب منها، مش قادر. ده القلق اللي هو مش عارف يكمل. يعني النوع الثالث وللاسف ده النوع السيء اللي تعرض لاساءات، تعرض لاذى مباشر في علاقته في اول سنتين بالاب والام، وده بيطلع بقى يعني مش عايزه اقول لكم الدنيا معاه بتبقى بايظه ازاي. ده شخص اتاذى في طفولته، فهو بيبقى طالع يا جماعه الناس اللي جابوني للدنيا اصلا ما اهتموش بيا، دول اذوني. فهو بيبقى عنده نظره للعالم ان العالم مكان غير امن، وبالتالي انا بخاف من الحب اصلا. ده ما بيصدقش ان في حد حبه.